بعيدا عن اي حاجه يا جماعه، وبعيدا عن ان النادي الاهلي تعادل اخر لقاءين ليه في الدوري، وطبعا بعيدا عن اي حد ظريف هيقول ان النادي الاهلي محتاج جلده حنفيه عشان بينقط والجو ده، انا عاوز افهم بس انت النهارده بتلاعب البنك الاهلي، ومعروف ان لقاءات النادي الاهلي ونادي البنك الاهلي بتكون لقاءات عصيبه ولقاءات يعني رايحه جايه، وبيكون عليك هجوم والفرقه اللي قدامك بتضغطك وحاجه استغفر الله العظيم يا رب. انت وانت واقف على الخط كمارسيل كولر، ايه اللي انت عملته؟ يعني هل انت عندك الغيابات مؤثره بالنسبه للنادي الاهلي للدرجه دي؟ يعني انت لما يغيب عنك امام عاشور وسام ابو علي خلاص مفيش فرقه، مفيش فرص. الراجل ده شوط كامل كله ببعضه انت ما عملتش كره على الجون، ما عملتش فرصه. الحسنه الوحيده ليك وهي اصلا حاجه خطيره عليك هي مصطفى شوبير. مصطفى شوبير عامل 4 تصديات كل واحد فيهم احسن من التاني، ولو دخل اي كره منهم جون انت مش هتلومه. النهارده احمد نبيل كوكا في نص الملعب مش شايف طول الماتش، مش عارف من بعد الكره بتاعت مروان عطيه اللي جت في وشه هو مش شايف ولا من قبلها ولا ايه، انا بصراحه مش فاهم. محمد مجدي قفشه مش لاقي حد يلعب معاه او يعمل معاه وان تو هات، او يقدر ان هو ينقل الكره من نص ملعب النادي الاهلي لنص ملعب البنك الاهلي. كهربا بعيد جدا عن فورمته البدنيه، وصعب جدا ان هو يكون محطه او ان انت ترمي عليه الكور عشان تطلع لنص ملعب الفريق المنافس. حط عليهم حسين الشحات وبيرسي تاو اللي بعيد جدا عن مستواهم. طب انا عايز اعرف الفرقه دي كلها، اللعيبه دي كلها بتلعب ليه؟ طب هل انت ما فيش عندك مثلا لعيبه تانية؟ يعني ما عندكش لعيب تاني يلعب مكان حسين الشحات؟ وهل برضه طاهر محمد طاهر اللي انا نسيته غيابه عشان الانذارات يعمل فيك كل ده؟ الاجابه بالنسبه لي ان لا، اللعيبه اللي في الملعب تقدر تدي احسن من كده، وتقدر تدي اداء يخليها تكسب الماتش ده مرتاح. ولكن المشكله بالنسبه لي والمشكله الحقيقيه في النادي الاهلي النهارده هي غياب الروح. الكرة يا جماعة عشان تلعب كرة أصلا أو عشان تبقى لعيب كرة لازم أولا وأخيرا وقبل المهارة وقبل إن أنت يكون عندك أساسيات كرة القدم وقبل الكلام ده كله إنك تكون راجل. أنت بتشوف النادي الأهلي بيفقد كل الصراعات الثنائية بلا استثناء أمام لعيبة نادي البنك الأهلي. مفيش لعيب في النادي الأهلي قصاد لعيب من نادي البنك الأهلي قدر إن هو يكسب صراع ثنائي واحد، قدر إن هو يكسب التحام واحد، قدر إن هو يستحوذ أو يسيطر على الكرة التانية. اي حاجه فيها التحام او احتكاك او كره تانية كانت من نصيب لعيبه البنك الاهلي، ولولا ستر ربنا في المرتدات على النادي الاهلي كان زمان النتيجه بقى لها شكل تاني. واحد يقول لي يا عم احنا كان لينا ضربه الجزاء بتاعت ياسر ابراهيم، اقول لك اه ماشي عندك حق وانا معايا حق وكل الناس معاها حق، بس برضو انت كنت فين؟ بعيدا عن الحكم وبعيدا عن الاداء التحكيمي انت كنت فين طول الماتش؟ وبعدين يا عم رامي ابوس ايدك يا عم رامي ربيعه، ليه نجيب جون وتعمل الاحتفال ده وانت اصلا الكره جايه في ايدك؟ يعني انت بتغيظنا احنا؟ يعني عايز اسال سؤال، هل انت بتغيظنا احنا؟ انت لو بتغيظنا احنا مش هتعمل كده. يعني الكره جايه في ايدك انت وانت عارف ان الكره جايه في ايدك انت وحاسس بالكره وهي جايه في ايدك انت، بتروح برضو تعمل الاحتفال اللي ملوش لازمه. يا اخي بقى، يا ريتني يا سيدي ما سبت ماتش السيتي وليفربول وكنت اتفرجت عليه، على الاقل كنت اتبسطت شويه باداء ليفربول واتبسطت بالجون اللي محمد صلاح سجله، دايما بيعملها في جوارديولا، خلى ال 11 جون اللي سجلهم في جوارديولا بقوا 12 جون، وروق على هالاند كده وقال له معاك شيلين، قال له ايه؟ قال له اركن بيلين، وقام راكن البيلين واعلن عن الهدف الثاني لليفربول بالتوفيق لنجمنا محمد صلاح. ولازم يكون في دوافع جديده بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي عشان تقدر ان هي تحقق بطوله الدوري اللي هتكون صعبه جدا السنه دي لانها تتلعب من دور واحد. فبالتالي لازم ان انت تجمع نقاط وما تفقدش النقاط عمال على بطال زي ما لعيبه النادي الاهلي بتعمل دلوقتي. باب النقاش مفتوح في الكومنتات، لو انت شايف اي سبب لاداء النادي الاهلي السيء النهارده تقدر تكتبه لي واقدر ارد عليك ونتناقش فيه اطار محترم، وليك مني كل الاحترام والتقدير، وسلام.